أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. رئيس الوزراء الإيطالي يصل أسمرة. إحياء اليوم العالمي للفتاة في العاصمة أسمرة. دعوة لمواصلة الجهود الزراعية لإنجاح الحصاد. نجاة طاقم مركب فضاء بعد عطل صاروخي أو روسي في الجو. رئيس وزراء الصين يزور طاجكستان وهولندا وبلجيكا. وقتلى من إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وهولندا في فيضانات مايوركا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل أسمرة ظهر اليوم الجمعة 12 من أكتوبر رئيس وزراء جمهورية إيطاليا جوزيبي كونتي في زيارة عمل رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية، وقد عزف السلامين الوطني لإريتريا وإيطاليا. وسيجري رئيس وزراء إيطاليا السيد كونتي خلال زيارته لإريتريا مباحثات مع الرئيس إسياس أفورقي حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد وصل رئيس وزراء إيطاليا أسمرة بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت يومين. تم إحياء اليوم العالمي للفتاة في 11 من أكتوبر الجاري في فندق أسمرة بالاس بالعاصمة أسمرة تحت شعار تقوية الفتاة بمشاركتها الفعالة. وألقت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل في المناسبة التي شارك فيها كبار المسؤولين في الدولة ومسؤولي الاتحادات الوطنية ومندوب صندوق الأطفال لدى الأمم المتحدة في إريتريا والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى إريتريا وغيرهم من الضيوف المدعوين. ألقت كلمة أوضحت فيها ضمان حقوق ومساواة المرأة كأحد أعمدة النضال التحرري للشعب الإريتري، وتعتبر قضية أمن وطني إلى جانب كونها قضية حقوق إنسان. وقالت السيدة تخا إن فائدة المشاركة المتساوية للفتاة لا يقتصر على الفتاة وحدها، وإنما يعم المجتمع بأسره، ويتطلب العمل المشترك لتغيير العادات والأفكار المتخلفة المعيقة لتطور المرأة، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للفتاة مناسبة لتجديد العهد للحفاظ على المكتسبات وتنفيذ ما تبقى من مهام. وقالت مندوبة صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة في إريتريا الآنسة شيا إبراهيم إن المنظمة تعمل بالشراكة مع الحكومة الإريترية لتحسين حياة الأطفال ومحاربة العادات الضارة وضمان مشاركة المرأة في كافة المجالات، مشددة على أهمية كلمة عامة المجتمع لإزالة الأفكار المعيقة لتطور المرأة. وقدمت الدكتور جيدي جبر يوهانس من كلية الصيدلة والعلوم الصحية دراسة حول زواج القاصرات في إريتريا والعوامل التي تدفع بذلك، كما قدمت 3 فتيات نموذجيات تجربتهن لتجاوز العقبات وتحقيق النجاح. هذا ويحتفى باليوم العالمي للفتاة للمرة الثانية في إريتريا وللمرة السابعة على المستوى العالمي. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود المزارعين لمواصلة الجهود ومراقبة الآفات الزراعية لإنجاح الموسم الزراعي وموسم الحصاد. جاء ذلك خلال تفقده المزارع في مديرية قلب في 8 من أكتوبر، وقال إن الاستعدادات المسبقة والتنوع الزراعي يسهم في رفع الإنتاج والإنتاجية، داعيا إلى تقوية التنمية في الزراعة المروية. من جانبها أوضح مدير مديرية قلب السيد يماني مبرهتو أن الإنتاج الزراعي لهذا العام يحتاج إلى دراسة متكاملة، لكن الاستطلاع الأولي يشير إلى محدودية الإنتاج لتوقف هطول الأمطار سريعا. وأكد المزارعون على اكتساب الخبرة من التجارب السابقة وأنهم سيواصلون الجهد بالتعاون مع المهنيين الزراعيين. دعت جمعية معاقي الحرب لتعزيز تنسيق المؤسسات الشريكة لتقوية البرامج المنفذة لانتشال معاقي الحرب من الاتكالية ورفع إنتاجهم.
وأوضحت الجمعية في المنتدى الذي عقدته في مدينة بارنتو بمناسبة الذكرى 25 لتأسيسها أن البرامج المنفذة بإشراف الجمعية ودعم الحكومة والمجتمع قد حققت نتائج مرضية. وأوضح مسؤول جمعية معاقي الحرب في إقليم القاش بركة السيد شمولي ولد قرقيش في الكلمة التي ألقاها إن مشاكل المعاقين تزداد سوءا نتيجة حجم الإعاقة والتقدم في السن، لكن الرغبة العالية للعمل وتجاوز المصاعب مكنهم من الإنتاجية، وستعمل الجمعية مع الشركاء للتعرف بدقة على المصاعب والوقوف على حلها. من جانبها أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد أيوب كيداني أن الجهد الذي يقوم به المعاقون تظهر نتائجه على أرض الواقع. هذا وسيحتفى بالذكرى 25 لتأسيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب يوم الأربعاء القادم 17 من أكتوبر في أسمرة، ويحتفى بها في إقليم القاش بركة من 7 من أكتوبر بتنظيم مختلف المناشط. يقوم سكان مدينة حقات بنفير لمكافحة الأمراض المنتقلة عبر البعوض. وأوضح السكان على العمل بتطبيق إرشادات المهنيين لمكافحة المرض لكون المدينة تستوطن فيها الملاريا، ويتضمن العمل الجاري ل3 أيام في الأسبوع ضمان النظافة البيئية واقتلاع أشجار المسكيت ودفن البرك وإزالة النفايات. وذكر مسؤول إصحاح البيئة في المديرية السيد موسى قبرهود خلال لقائه السكان أن نظافة البيئة لها دور كبير لمكافحة الكثير من الأمراض المعدية، داعيا مواصلة الأنشطة الجارية للسيطرة على أمراض حمى الضنك المعروفة محليا بويلكام والملاريا وشيكونغونيا المعدية بالبعوض. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي نجا رائدا فضاء أمريكي وروسي على متن مركبة سيوز في هبوط اضطراري في كازاخستان يوم الخميس بعد تعطل الصاروخ الحامل للمركبة وهو في الجو خلال رحلته إلى محطة الفضاء الدولية. وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج والرائد الروسي أليكسي أوفشتن هبطا دون أن يصابا بأذى، وأن فرق الإنقاذ التي سارعت لتحديد مكانهما في الصحراء وصلت إليهما. وحدثت الحالة الطارئة عندما انفصلت المرحلتان الأولى والثانية من صاروخ الدفع بعد فترة قصيرة من الإطلاق من قاعدة بايكور الفضائية في كازاخستان. انفصلت الكبسولة سيوز التي كانت تقل رجلين عن الصاروخ المعطل، وقامت بما وصفتها وكالة ناسا بهبوط شديد الانحدار نحو الأرض مستعينة بمظلات ساعدت في إبطاء سرعتها. وقالت ناسا إن الكبسولة استغرقت 34 دقيقة حتى هبوطها على الأرض بعد انفصالها عن الصاروخ. وأضافت أن أطقم الإنقاذ هرعت بعد ذلك إلى موقع الهبوط، مشيرة إلى أنها ضمنت مظليين وطائرات هليكوبتر ومركبات مخصصة لطرق الوعرة. ويحتاج مسؤولو ناسا الآن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الوكالة ستستمر في برنامج مختبر الأبحاث الفضائي الذي يكلف 100 مليار دولار. يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الوزراء لي كينغ تشانغ بجولة خارجية تشمل طاجكستان وهولندا وبلجيكا خلال الفترة من 11 إلى 19 من أكتوبر الجاري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوان شونغ بيانغ في تصريح يوم أمس الخميس إن رئيس مجلس الدولة سيحضر خلال زيارته طاجكستان الاجتماع 17 لرؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة دونشبت، فيما سيحضر خلال زيارته بلجيكا الدورة 12 لقمة آسيا أوروبا في العاصمة بروكسل. وأضاف كينغ أن زيارات تشانغ لهذه الدول تأتي بناء على دعوات من رؤساء وزراء طاجكستان وهولندا وبلجيكا ورئيس مجلس أوروبا ورئيس المفوضية الأوروبية. قالت خدمات الطوارئ إنه تم العثور على شخصين ميتين يوم الخميس في منطقة اجتاحها الفيضانات في جزيرة مايوروكا الإسبانية، ليرتفع عدد القتلى جراء الأمطار القذرة التي ضربت الجزيرة السياحية إلى 12 على الأقل.
وقالت خدمات الطوارئ المحلية على تويتر إنه تم انتشال جثتي رجل وامرأة قرب بلدة أرتا في شرق الجزيرة، قرب موقع عثر فيه على سيارة تخص زوجين ألمانيين مفقودين. وقالت خدمات الطوارئ إن زوجين بريطانيين وامرأة هولندية ورجلا ألمانيا كانوا أيضا ضمن القتلى. وأضافت أن 6 إسبان هم امرأتان و4 رجال توفوا، بينما لا يزال طفل في عداد المفقودين. وهطلت أمطار غزيرة على الجزيرة يوم الثلاثاء صاحبتها فيضانات اجتاحت الشوارع الضيقة في بلدة سانتيورن، وفاضت ضفاف الأنهار بالمياه ودخلت المنازل، كما تناثرت السيارات المدمرة في الشوارع وغطى الركام شواطئ الجزيرة. وأظهرت لقطات فيديو رجال الإنقاذ يبحثون وسط المياه والأعشاب ونجم التنس رافائيل نادال المولود في مايوركا وهو ينضح بالوحل والمياه من مبنى في سانتي يورينغ. وفي الخبر الأخير قال أسقف كبير في كوريا الجنوبية إن زيارة البابا فرانسيس إلى كوريا الشمالية هي بمثابة حلم يمكن تحقيقه، وأنها ستكون خطوة كبيرة نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية. جاءت تصريحات الأسقف لازروث يوهينغ سيك قبل اجتماع الأسبوع المقبل في الفاتيكان بين البابا ورئيس كوريا الجنوبية مون جي، الذي سينقل إليه دعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ لزيارة بيونغ يانغ. وقال يو خلال زيارة إلى روما: إذا ذهب البابا إلى هناك فستكون خطوة كبيرة ونقلة نوعية لشبه الجزيرة الكورية من أجل التهدئة. وأضاف في مؤتمر صحفي: يمكن لكوريا الشمالية أن تدخل المجتمع الدولي كدولة طبيعية. أعلم أن البابا دعا في مناسبات عديدة إلى التهدئة في شبه الجزيرة الكورية. وقال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن كيم أبلغ مون خلال لقاء الشهر الماضي برغبته في الاجتماع بالبابا، ومن المتوقع أن يزور البابا اليابان العام المقبل. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي بالبابا فرانسيس يوم 18 من أكتوبر خلال جولة في أوروبا. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.